ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. متاخره شويه معلش. العيد عندنا كان عباره عن بوتي تريننج، ما فيش اي عيد خالص. قولوا لي عملتوا ايه في العيد؟ خرجتوا ولا نمتوا ولا قعدتوا في البيت تتفرجوا على مسرحيات بقى ومسلسلات وكده؟ المهم النهارده الفيديو بتاعنا هيبقى عن شامبوهات الشعر اللي انا جربتها من فتره. طبعا مش كل الشامبوهات، علشان في شامبوهات اصلا بتبقى عاديه، اللي هو زي كلنا استخدمنا بقى سانسيلك وسباركل اللي هي الفيف لوريال والحاجات دي. فمش ده خالص الريفيو بتاعنا. هو الريفيو هيبقى عن الشامبوهات اللي انا استخدمتها، اللي هي الفري سلفيت. ف في واحد فيهم بالنسبه لي توب حرفيا، فخليه للاخر خالص بقى عشان نتكلم عنه براحتنا. خلينا نبدأ بأول حاجة، اللي هو الشامبوهات بتاعت بايو سوفت. مبدئيا قبل ما أبدأ الريفيو، كل تجربة بتاعت شخص بتبقى غير التاني. يعني أنا مثلا شعري فروة راسي دهنية جدا، وبتعمل قشرة بسرعة وكده، قشرة دهنية. وشعري نفسه عادي، مش جاف، ومش دهني، ومش كيرلي، ومش ليس. يعني مش عارفه بقى، حاولوا تجمعوا الموضوع عامل ازاي، بس بيهيج بقى جدا. تمام. فخلينا نبدا باول شامبو دوت، اللي هو بتاع بايو سوفت، اللي هو بالكيراتين دوت. الشامبو ده نشف لي شعري جدا، ما حبيتهوش خالص خالص خالص. في ناس طبعا حبيته عادي، بس على حسب طبيعه شعر كل واحد. انا بالنسبه لي لا، ما عجبنيش وما كملتوش كمان. تمام. انا اصلا اي حاجه بالكيراتين مش بتبقى حلوه معايا، يعني ده العادي بتاعي. ده كان اول حاجه. تاني حاجه الشامبو اللي هو برضو من بايو سوفت، اللي هو بالارجان اويل. انا عامه اي حاجه بالارجان بالنسبه لي بتبقى تحفه. ف... فدوت كان بالنسبه لي حلو، لذيذ. مش بيعمل احلى حاجه في الدنيا، مش بيسيب الشعر مترطب قوي، بينظف الشعر كويس. مش مثلا عشان هو من غير سلفات فهو مش بينظف الشعر، لا عادي، هو بينظف الشعر عادي حلو. فده كان معقول شويه بالنسبه لي عن اللي هو بالكرياتين، بس بالنسبه لي مش هجيبه تاني. كان بقى يعني في حاجه بقى في الشامبوهات اصلا بتاعت باي سوفت انا مستغرباها شويه. الشامبو قوامه تحسوه مائي. مش مثلا لما تيجوا تحطوا الشامبو كده المفروض ان هو بيبقى نازل تقيل، لا دوت تحسوه كانه ميه شويه. معرفش، انا كنت مستغرباه. بس فهو دوت التعليق بتاعي بس على اصلا الشامبوهات بتاعت باي سوفت عامه. بعد باي سوفت خلونا نشوف الشامبو اللي هو بتاع سيرو باي. الصوره ديت للشامبو بس في اللاين الجديده. انا لما كنت جايباه كان اللاين القديم، اللي هي الازايز اللي هي كانت بالبامب دي. الشامبو دوت انا مش عارفه هو شامبو ولا لا بصراحه. بصوا، الشامبو مختلف تماما عن فكره بقى باي سوفت. تقيل بقى قوي جدا. الشامبو بيرغيه عادي، ما فيهوش اي مشكله. بس في ناس على فكره قالت ان هو ما بينشف الشعر. هو ما بيعملش ده خالص، هو ما بيعملش اصلا حاجه. يعني فاهمني؟ انا بالنسبه لي هو ما كانش بينظف اصلا فروه راسي خالص خالص. كاني ما عملتش شامبو اصلا في شعري. بيسيب الشعر نفسه مترطب لان هو اصلا كانه ما نضفوش. فاهمين قصدي؟ فهو اصلا لوحده ما ينفعش تماما. يعني لو حد عايز يستخدمه عشان هو مثلا ضد التساقط والكلام دوت، ممكن يستخدمه كدبل كلينزنج مع حاجه. لكن لوحده لا، هو مش بيعمل اي حاجه. يعني يعني بجد دي نصيحه. يعني انا ما شفتش حد قال عنه ان هو حلو. يا اما حد قال ان هو بينشف الشعر، يا اما حد قال ان هو ما بينضفش خالص. انا بقى من الناس اللي بتقول ان هو ما بينضفش خالص. تمام. الشامبو اللي بعد كده هو من جيدو، اللي هو بالافوكادو. الشامبو ده آه، بصوا، هو غالبا المشكله كانت في شعري انا. الشامبو ده بينشف الشعر جدا جدا. اول ما استخدمته اول فتره هو كان عادي قوي، ما كانش بيعمل اي حاجه، بينظف الشعر عادي وكل حاجه. بس الفكره ان انا بعد كام غسله بدات الاقي شعري نفسه، عارفين، بينشف جدا. ما اعرفش ليه بقى بينشف كده. بمسك الشعرايه الاقيها ناشفه كانها عامله زي السلك. فهو عمل معايا كده. هو غالبا الفكره ان هو للشعر الكيرلي والمجعد وكده، فهو غالبا ما مشيش معايا. لان اي حاجه بالافوكادو عامه بتبقى معموله للشعر الكيرلي، فممكن تمشي مع حد مثلا طبيعه شعره كيرلي او حاجه. غير كده الشامبو بقى كانت ريحته تحفه بجد. لو بتحبوا ريحه التفاح، الشامبو ده ريحته تفاح بس. يعني بس
فنيجي بقى لاخر حاجه، التوب بالنسبه لي في كل الشامبوهات اللي انا استخدمتها من غير سلفات في حياتي كلها، من جيدو، اللي هو بالفلفل الاحمر والزنجبيل ده. الشامبو ده انا مش عارفه اقول ايه ولا ايه. الشامبو ده بينضف الشعر، ما بينشفش الشعر، ما بيوقعش الشعر. يعني مثلا هو ما فيهوش سلفات خالص. الشامبو بينضف فروه الراس خالص، الشعر نفسه بيفضل حلو، مش ناشف، نظيف، كل حاجه. الشامبو نفسه اصلا اللاين ده معمول اللي هو للتساقط والكلام ده، وان هو يطول الشعر وكده. بس طبعا مفيش شامبو ضد التساقط بيشتغل لوحده، يعني خلينا متفقين على ده. لو احنا هنستخدم شامبو ضد التساقط، فاحنا هنستخدمه كعامل مساعد مع مثلا مونوكسيديل او ايا كان السبراي اللي احنا بنستخدمه للتساقط لشعرنا، فاحنا هنستخدمه مثلا معاه. هو اللاين عامه في منه سبراي اصلا ضد التساقط، فطبيعي السبرايات اصلا بتشتغل على الشعر، على التساقط اكتر من الشامبو. يعني معلش، واحنا هنستخدم شامبو مثلا 5 دقايق اخرنا في الشاور، هيلحق يعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه. بس هو في فتره استخدامه عامه، وقت الشاور نفسه، انا اصلا مشكلتي اكبر مشكله في وقت الشاور ان شعري مثلا بيقع كتير. فانا الفتره اللي بستخدمه فيها هو فعلا شعري بيقع قليل جدا في وقت الشاور، ودي بالنسبه لي حاجه مرضيه جدا. هو انا اصلا لما جبته مش الفكره منه ان هو يوقف لي التساقط، لا، يعني انا جايباه علشان كنت هجربه مع حاجه تانية. يعني كنت انا جايبه بردك السبراي بتاع سيرو بايب، هبقى اعمل لكم ريفيو عنه. فكنت جايبه دوت مع ده بس. فلا، هو بصراحه بالنسبه لي تحفه. انا لفيت ورجعت له برضه، وكل ما بجيب اي شامبو برجع اعيد نفس الشامبو ده تاني، وهشتريه تاني وتالت ورابع. انا مستخدماه حوالي 4 مرات. انا كنت بجيبه من ايام ما كان ب 140 جنيه تقريبا، هو دلوقتي اصلا بقى ب 270 او ب 280. بس كنت شايفاه نازل على عرض على نور ب 245. لو حد حابب يجربه يعني. بس كده، ودي كانت كل الشامبوهات اللي معانا النهارده. لو جربتوا حاجه منهم اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي رايكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب والحاجات الحلوه دي. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.